الأنبياء إحسانا على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم في حق أمته. شوف، في السنة 10 من البعثة توفي أبو طالب، وبعده توفيت خديجة، فقد النبي عليه الصلاة والسلام الناصر في الخارج وفي الداخل، فقرر أن ينقل الدعوة إلى ثاني كبريات مدينة يعني جزيرة العرب اللي هي مدينة الطائف، وشيوخها بنو ثقيف. فذهب بصحبة متبناه زيد بن حارثة، ولما علمت قريش بذلك أرسلت رسالة بيد 2 من أشرافها اللي هم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، رسالة تقول للشيوخ الطائف هذا اللي جاكم راح يفسد عليكم أولادكم ويريد يهين دينكم ويهين آلهتكم. المطلوب يا شنو؟ قالوا لهم المطلوب تريدكم تهينونا بأي طريقة اللي تعرفونها أنتم. فسلطوا على النبي عليه الصلاة والسلام صبيانهم ومجانينهم يضربونه أجلكم الله بالنعال وبالحجارة وبالعصي. فخرج عليه الصلاة والسلام هاربا من الطائف، وأراد أن يدخل مكة فمنعوه شيوخ مكة أبو سفيان وربعة، منعوه من دخول مكة. فاستجار برجل، استجار يعني أنا أطلب حمايتك حتى أطب البيت، فلم يجره، قال له ما أجيرك. واستجار بآخر فلم يجره. النبي عليه الصلاة والسلام هانت عليه نفسه، فنظر إلى مكة من جبل من الجبال التي تحيط بها، ودعا بدعاء عظيم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى غريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. يعني يا رب العالمين أنت عاتب علي، نعم أكو تقصير من عندي، وإلك العتبى علي إلى أن ترضى، عرضني للمهانة، نعم لأنني أستحق، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم استعبر عليه الصلاة والسلام وبكى. السماء ضجت، ملائكة السماء كلها ضجت، ورب العالمين غضب لبكاء نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني واحد من الشعراء المحدثين ذكر يعني أبيات شعر طيبة كلش في هذه الحادثة بالذات، قال: قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائك ناجوا فيه مولاه. قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائك ناجوا فيه مولاه، إذ يهتفون إلهي رد كيدهم عمن بعثت، فإن الكيد أعياه. فيسكب الحق وحيا في مسامعهم، إن كان يطلب معوانا نصرناه. فيهمسون إليه الأمر وهو مستتر خلف الجدار، ووقع الرجم أدماه. اشكو الظلوم فإن الله منتقم ممن رموك، فلم ينطق بشكواه. وذاق في الحق ما لو ذاقه جبل، لم دك حتى استوى في الأفق أعلاه. الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل، قال: يا جبريل كن طوع محمد، افعل ما يأمرك به. وجاءه جبريل قال: يا محمد أنا طوع أمرك، ولو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين جبل منا ومنا يحيطون بمكة. فرصة للانتقام من القوم، والفرصة هاي سنحت لسيدنا نوح. رب العالمين قال لا يدعو على قومك، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولا تخلي ولا واحد.
فكان الجواب فأنجيناه وأصحاب السفينة، بس هو واللي بسفينة الكل ماتوا. وسنحت مثلها لسيدنا موسى، ادعوا عليهم، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فأغرقوا وسيدهم فرعون في البحر الأحمر. وسنحت مثلها لسيدنا عيسى فكان ألين الأنبياء، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. وسنحت لمحمد عليه الصلاة والسلام، لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، قال لا يا أخي، ولكنني أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، حتى لو يأس من عندهم، لكن الله يرزقهم أولاد يتبعون دعوتي، دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله.